في إنسان بيحبك بتحس إن الدنيا جميلة والدنيا مش سايعاك من الفرحة، فما بالك بإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحبك، وهو رب الدنيا ورب الجمال ورب السعة والضيق. تبسم، فإن الله تعالى ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه يحبك. قال الله: فمن رضى بقضائي أرضيته بقدري، وما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما ليس لك لن تناله بقوتك، وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتحير أصحاب الحيل. فربنا سبحانه وتعالى هيعوضك، لأن أنت رضيت في وقت كان الرضا صعب عليك فيه. كلنا هناخد نصيبنا من الدنيا دي، سواء حزن أو سعادة، مش هيفوتك حاجة، سواء ربنا كاتبها ليك أو كاتبها عليك. فقد تسكن قصرا وتضيق بك الدنيا، وقد تسكن بيتا صغيرا ويشرح الله صدرك. ممكن يكون لك إخوات كتير وأصدقاء كتير بس أنت تعيش وحيد، وممكن تكون عايش وحيد بس حواليك أصحابك وإخواتك وبيحبوك. لما قلبك يكون مليان رضا هتشوف الحياة من منظور تاني، هتقدر كل حاجة موجودة بين إيديك وهتتبسط بوجودها، هتكون حياتك جميلة ومليانة طمأنينة. الرضا سلام داخلي تجاه كل التفاصيل في الحياة. فيا رب عودنا أن نرضى بأقدارك، بقدرك، برحمتك، بخيرك الذي لا نراه بأعيننا القاصرة. تأدب في البلاء، فأنت في حضرة قضاء الله وقدره.